بداية واعدة لهذه المباراة، الهدف الأول بداية واعدة لهذا في الدقيقة البداية بلال المجري، ثم تحذير كان ممتاز، ثم تحذير ثاني اسيست إلى حد الآن هيثم الجويني بعد تحذير ممتاز. لله وإنا إليه راجعون. فعلا رمزي تعازينا الحار لعائلة فقيد الدفة وللملعب التونسي رائع الافريقي التوزيع وترجع من جديد لصالح الافريقي. مرفوعه الكره مباشره للحارس. 20 دقيقه لعب الى حد الان للكره الاخيره وهدف هيثم الجرة اخرى قد تكلفه يتيح والحكم محرز الملك تلعب بالكره تتحضر والتسديد في الكره الاخيره، لكن التغطيه موجوده. باهي العمليه الاخيره خطيره في منطقه الجزاء والدفاع موجود من جديد. يبعد يوزع كره. شوف الاعاده، شوف تسديد افريقي مرفوعه من غايه الصغير، مرفوعه بالراس مره ثانيه وسامي هلال موجود. كره من غايه الصغير مرفوعه، هذه الكره الثانيه. هذه كره احمد خليل، يعني اضاع كره امام مرمى في كان سامي الراس. كره اليد ينقذ هلال. الافريقي مقوسه الكره، رجعت هجوم معاكس للملعب التونسي، ما فماش مخالفه يقول الحكم، لكن فما رايه التوزيع والتغطيه على هذه الاسبقيه الى حد الان في هذا الموسم. هذه كره الافريقيه توزيع توصل للحمروني. الحمروني مرفوعه الكره فمحرز المالكي بهدف وحيد لكن ثمين، حمل توقيع هيثم الجويني الذي انطلق منذ قليل. هذه المباراة رقم 127 بين الفريقين. حرص البقلاوة تبع هذه العملية. الكرة ترجع من بسام السرار في الغيط الصغير نحو شهاب لعبيد. كرة في منطقة الجزاء الراسية الأولى ويخرج على مرتين. ضاعت الكرة. التونسي هيثم الجويني يعمل الترويض، يرفع الكرة في اتجاه المزياني، حوار داخل مناطق الراسية. الكرة يخرج، تبقى الكرة للافريقي. كرة مع غيث الزعلول. شوف الإعادة العملية، انطلاق مساعد الأول، صفراء تنفذ وقوسة خطيرة، يخرج سامي هلال في مناسبة أولى. كينغسلي إيدو يلعب مع غيث الصغير مرة أخرى، تغيير الكرة في الأفريقي يتواصل بوجوه التحذير مع هذا السرافي في منطقة الجزاء، يهز راسه عرضية الكرة كذاش كورته مرة ثانية. النتيجة للنادي الأفريقي. مزياني يحقق